منصيقاني رقاق ورجيلاتي كحلين. زنادي ما بغاو يزيدوا في الوزن ويديا معرقين مليانه من دون الناس اي شي ما بان عليا. نقول لك لا حبيبتي انتي لا هم غير عولي عليا. السلام عليكم ورحمه الله حبوباتي، نتمنى عنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وعلى ما يرام. انتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو، كنظن سمعتوا المقدمه ديال الفيديو عرفتوا هذا الفيديو مخصص لاش، وهذا الفيديو يعني موجه لهاد الفئه اللي كيعانوا من هذا المشكل. كتقول لك الصيقاني عييت ما نستعمل وما بغاو يزيدوا في الوزن، عندي الصيقار رقيقين، عندي رجليا سمرين، عندي ايديا كذلك معرقين، ضعيفين، عندي زنادي رقاق، اي حاجه درتها فيهم ما كتبان عليهم. عييت ما نستعمل في الوصفات بدون جدوى. لهذا هذا الفيديو موجه ليهم، لان هاد الاسئله كيجوني على الخاص بكثره، رغم اني عييت ما نحط لكم في الفيديوهات او في الوصفات اللي بخصوص هاد المشاكل هذه، ولكن كاين اللي ما كيتبع الخطوات اللي كنقول ليه، وكاين اللي نضافوا للقناه جداد. نقول لكم مرحبا وسهلا، نورتوني وشرفتوني، ونتمنى المحتوى ديال القناه ينال اعجابكم وتستافدوا منه. المهم حبوباتي، قلت لكم الوصفه ديال اليوم موجهه او مخصصه لاحد الاخوات اللي عندهم هذا المشكل في السيقان او في القدمين وفي الازناد وليدي، يعني ما كيتزادوا من هاد الاماكن هذه. رغم اي حاجه تستعملوها كتقول لك انا ما خليت ما عطاتني نتيجه، رغم انني نقول لك حبوبتي اكيد وانا متاكده ما شفتي الفيديوهات اللي حطيت انا بهذا الخصوص، كنت شفتيهم وتبعتي الطريقه والنصائح اللي عطيتك، والله العلي العظيم ما غتعاني من هذا المشكل. وانا حلفت لكم لان تعطيكم ويعطوكم الوصفات اللي حطيت لكم باللي بهذا الخصوص او اللي موجهه لهاد الناس هذا وهاد المشاكل هادو غيعطوكم نتيجه. المهم حبوباتي، الوصفه ديال اليوم تبعوا المكونات وتبعوا الوصفه، ما تجي حتى وحده تقول لي عافاك الوصفه راني ما فهمت الطريقه مزيان، ولا تقول لي ما عطاتني نتيجه، لاني انا هاد الوصفه كنستعملها ومتاكده من النتيجه ديالها. المشكل اللي عند اغلبيه ديال الاخوات اللي متبعيني ما كيتصنتوا الفيديو ما كيسمعوا الفيديو. انا كنقول لك كسمعي، يعني يسمعي اختي اش كنقول لك، ما بغيتك غتفرجي سمعي حبوبتي اش نقول لك باش تطبقيه. دريك العيد، يعني دابا العيد بزاف ديال الاخوات بغا يبانوا يدياتهم زوينين، بغاو يديروا غورميت ولا يديروا ساعه ولا يديروا خاتم وتبان عليهم، بغاو يبانوا يدياتهم بيضين، رجيلاتهم بغاو يديروا الحنه لقدميهم، ورجيلاتهم بغاوهم يكونوا منورين، بغاو يفرحوا بروسهم. لهذا كنقول لك بداي هاد الوصفه من دابا، بداي هاد الوصفه حبوبتي من دابا وشوفي النتيجه. ولكن تبعي التعليمات اللي غادي نقول لك في الفيديو. بالنسبه لمكونات هاد الوصفه كيف كتشوفوا عندنا هنايا الماء ديال الورد، ماء الورد اللي غني عن التعريف بطبيعه الحال. المكون اللي الكثير كيتخوف منه نقول لكم هو راس المال. الكثير من الاخوات اللي عارفين قيمتها في الوصفات الطبيعيه، يعني هاد الوصفه هذه او هاد المكون هذا راه الكثير من الاخوات خصوصا في الجانب ما كيستغناو عليه بالنسبه للوصفات الطبيعيه، لانهم عارفين الفوائد ديالهم. وانا واحده منهم اللي وانا صغيره كنستعمل، من انا صغيره دائما كنقول لكم في الفيديوهات وانا كنستعمل هذا المكون اللي هو الخميره. ما دار دود، ما دار حتى حاجه، مجرد اشاعات وعييت ما نقولها لكم. المهم الخميره، خميره الخبز، يعني من الافضل تكون الخميره الطريه، يعني العجينه هذيك الخميره المعجونه. ولا ما لقيتوها او ما لقيتوها يمكن لكم تستعملوا خميره حبيبات، خميره الخبز حبيبات، ولكن انا شخصيا اللي كنستعمل من خت صغيره وهي ديال خميره ديال العجين الماء والمعجونه. المهم حبوباتي، هاد الخميره هي معروفه للطبيب. كذلك كتسمن المنطقة اللي درتو ليها هذا المكون أو طبقتو عليها هذه الوصفة، معروفة كذلك كتعطي واحد الترطيب اللي هو رائع ليها، لأنها مليانة فيتامينات، راه كتندار حتى للشعر، كتندار لكثير من المسائل، وراه فيها يعني مكملات غذائية اللي غنية عن التعريف. وكثير من الأخوات عارفين الفوائد ديال هذاك المكملات الغذائية اللي مصنوعة من خميرة البيرة بطبيعة الحال. المهم حبوباتي كنحتاج واحد الكمية، هي كميه عفوا ديال الخميره على حساب اشخاص، عدد الاشخاص اللي بيستعملوها. بغيتي تستعمليها بوحدها كديري غير تقريبا 2 معالق حتى 3 معالق
كبار الا كنتي بغيتي تستعمليها فقط ليديك، ولا كنتي بغيتي تستعمليها لقدميك وصيقانك ووزناتك ويديك، غادي تستعملي حتى لستة سبعة المعالق كبار ديال الخميره، على لان خاصك تبقى واحد الكميه كبيره على يديك او على هذيك المنطقه. كنحتاجوا معاها كيف قلت لكم كنديروا عليها كميه اللي غتخلط لنا ديال الماء الورد. كنحتاجوا النشا الذره او مايزينا، كنحتاجوا الكميه اللي غادي يعني تجمع لنا الخليط. كنحتاجوا هذا المكون، هذا هو اختياري للناس اللي باغيين معاها تبييض، الناس اللي بغاو تبييض، وهو فيتامين سي، قرص ديال فيتامين سي للناس اللي بغاو تبييض، يعني الناس اللي كيعانوا من اسوداد او اسمرار في الارجل ديالهم او القدمين ديالهم وفي اليدين ديالهم، استعملوا فيتامين سي. ولكن الا كانوا يعني قدميك ويديك بيضين نقيين ما فيهم لا اسوداد، بغيتي غير تزيدي من حجمهم او بغيتي غير تسمنيهم بلا ما دير فيتامين سي. ولكن يعني الاخوات اللي كيعانوا من اسوداد يستعملوا فيتامين سي، قرص ديال فيتامين سي. كيف كتشوفوا كنستعملوا هذيك الطريقه، كنخلطوا حتى كيذوب لينا هذاك فيتامين سي. بغيتوا ديروا فيتامين سي ديروا عليه ماء الورد حتى يذوب، عاد ديروا عليه الخميره، لكم حريه الاختيار. ولكن صراحه انا خلطت كلشي في مره. المهم كتخلطوا هذوك المكونات من بعد ما يذوب عفوا فيتامين سي، كديروا عليه مايزينا او نشا الذره، وكتخلطوا هذوك المكونات في الاخير حتى كتخلطوا هذيك الخميره حتى كيذوب هذاك القرص. تخلطوا هذيك الخميره مزيان كينسجموا العناصر، عاد ديروا المكون الاخير وهو ديكاباج او اكسجين، يعني الماء ديال الاكسجين. النمره دائما كنقول لكم الجلد كنديروا له النمره 6 ماشي النمره 9. الاخوات اللي كيديروا النمره 9 راه كتحرق لكم الجلد، كديروا النمره 6. ونعاود ناكد على واحد المساله، اخوات اللي بغيو يديروا ديكاباج ممنوع الشمس، ممنوع الشمس. يعني الا بغينا نخرجوا الشمس كان نلبسوا التقيشرات ديالنا، كنلبسوا التريكو ديالنا، كنلبسوا الكوانطيس ديالنا او الليغات ديالنا، يعني ضروري الا بغينا نخرجوا الشمس. ولا غادي تكحالوا. انا قلتها لكم لان واحد الاخت عطيت وصفه ديال الصابونيه وفيها ديكاباج، ودازت عندي انا كنقول كل شيء يعني بصراحه، دازت عندي قالت لي هذيك الوصفه اللي حطيتيها في القناه ديالك دارت لي اسمرار. رغم ان الاخوات قبلها يعني الا بغيتو نحط لكم السكرينات نحطهم لكم، وانا عاده ما كنحط سكرينات، ما كنبارطاجي داكشي في المنتدى، لان كنقول لي عطاتو نتيجه بصحته وراحته، واللي ما عطاتو نتيجه كنقول له السبب علاه ما عطاتو نتيجه. المهم حبوباتي، الاخت هذه قالت كيف قلت لكم يعني عطاتني اسمرار ودارت لي اسمرار في الجسم ديالي او في القدمين ديالي واليدين ديالي. قلت لها واش كتخرجي الشمس؟ قالت لي نعم. قلت لها انا في الفيديو اكدت عليكم اللي كيدير الحامض وديكاباج في الوصفات ممنوع عليه الشمس. الا بغى يخرج الشمس يتغطى. حنا في الجنوب كنخرجوا في العشيه، الا خرجنا في النهار اكيد كتشوفوا النقاب يعني النقابه ومتنقبين، وكذلك التريكو والتقاشر، لان الوصفات الطبيعيه ما كتبغي الشمس، فيهم مكونات اللي ما كيبغوا الشمس اكدت عليها. المهم بعد ما كنخلطوا هاد المكونات مزيان، كنخلطوهم مع بعضياتهم، كنكونوا حاكين رجيلاتنا، حاكينهم مزيان منشفينهم، كنطبقوا عليهم هذا الخليط يكون سميك، يعني يكون سميك ثقيل، الخليط يكون ثقيل. كنطبقوه على رجلينا من الصيقان حتى الرجلين لتحت، كنديروا عليهم السلوفان، ما كنزيروا السلوفان دائما، السلوفان كنخلوه مرخي، وكنلبسوا التقيشرات ديالنا بطبيعه الحال، كنطلعوا التقيشرات ديالنا واليدين كذلك كنطبقوا عليهم، كنديروا كذلك السلوفان، ولكن ما كنزيروه، كنخلوه مرخي. وكنلبسوا ليهم اما حتى اليدين ديالك لبسوا لهم تقاشر او كوانطيس الا كانوا عندنا واسعين. وكنجلس بالنسبه للرجلين راه كنشقاو بهم النهار كامل، بالنسبه للايدين على الاقل واحد ساعه حتى لساعتين الا بغيتوا نتيجه. هاد الوصفه هذه طبقوها نهار ومنكوها نهار، طبقوها نهار ومنكوها نهار،
واكيد غادي تشوفوا واحد النتيجه اللي غتبهركم من بعد ما تطبقوا هاد الوصفه، او من بعد ما يعني يفوت المده المطلوبه لهاد الوصفه. غسلوا رجيلاتكم ورطبوهم، وغادي تشوفوا رجيلاتكم بحالاش غيولوا. ونعاود نقولها، ممنوع الشمس. ما الا بغيتوا نتيجه وما بغيتوها تعطيكم نتيجه عكسيه، ممنوع الشمس، لان الا خرجتوا بها للشمس اكيد غادي تعطيكم نتيجه عكسيه. هذه الا درتوا فقط مع هذه كاباج ولا شي وصفه درتوا فيها الحامض، ولكن الا خليتوها فقط بهذوك المكونات فيتامين سي، الخميره او الخميره وماء الورد والنشا، واخا خرجتوا الشمس يعني ما غتعطيكم حتى اضرار. ولكن حنا كنضيفوا، يعني شوفوا فين ضفنا سميتو، راه صراحه فاضت ليا، اضطريت انا نقسمها على جيرتي. فين ضفت عليها ديكاباج. هذيك ديكاباج علاه كنديروها، هذيك كتعطينا تبييض سريع، وكتحيد لينا داك الجلد الميت، وكتفتح لينا المسام ديال هذاك المكان، كتخلي هذيك الخميره كتدخل كتعطينا يعني هذاك الانتفاخ، او هذاك الزياده ديال الوزن. والنتيجه كتلاحظوها من الاستعمال الاول. ديروها من هنا العيد، ردوا عليا الاخبار. الى هنا كنقول لكم عواشر مبروكه، دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.